ايه ده؟ اه انت بتسجله فيديو. مش شغل كده. هو الكتاب متقسم عندنا 5 شباتر. تاريخ العربيات بوجه عام، بعد كده في الشابتر الثاني بتكلم عن العربية عامة أجزائها من جوه، بعد كده بتكلم عن تاريخ عربية الجاكور، وبعد كده بتكلم عن الموديل بتاعنا من خلال الالكترونكس. والشابتر 5 ده بعتبره يعني ايه؟ يعني حاجة طريفة كده اجيب لكم مجرد معلومات عن العربية بوجه عام. نبدأ بالشابتر الأول بتاع تاريخ العربيات. من أول سنة 1335 كان البني آدم نفسه يخلص من موضوع العربيات اللي كانت ايه؟ كانوا كلهم كان ساعتها من إيطاليا وإنجلترا. كان ساعتها الحرب شغالة، كان دايما العربيات اللي بعجل يا إما تجار بالبني آدمين أو يجرها خيل. وده كان دايما بيعمل عبء عليهم. فمن أول سنة 1335 بدأت محاولات إن هم عايزين يخلوا عربية تشتغل لوحدها بدون أي قوة من البني آدم. فالأول بدأوا يعني حاولوا يجربوا قوة الرياح، ولكن للأسف الموضوع ده فشل، لأن الرياح دي حاجة مش دائمة. ممكن المكان اللي فيه تبقى فيه ريح، ممكن لا. والموضوع ده بالذات انتشر في إيطاليا من خلال القساوسة بتوع الكنيسة هناك. يعني القساوسة هناك ما كانوش بس فواتين وبس، كانوا بيدرسوا حاجات تانية في العلم، في الرياضة، وكانوا بيدوروا على حل المشكلة دي. إلى أن الحمد لله في سنة 1769 الموضوع ده اتحل. في واحد مهندس في فرنسا اسمه جوزيف نيكولاس استغل فكرة المحرك البخاري اللي عملها العالم جيمس وات اللي هو القوة اللي هو نقطة الباور وات بتاعه. عمل حاجة اسمها المحرك البخاري، بمعنى زي ما انتم شايفين دي أول عربية في التاريخ بدايتها يعني مطور من فرنسا. العربية دي 3 عجلات بس، شايفين بتاعة الكبيرة دي غلاية مية جواها مية. هو قال فكرة ليه أنا ما استفدتش من البخار اللي بينتج عن تسخين المية أحوله لطاقة حركية يحرك العربية دي. وكان ساعتها الغرض ان هم يختاروا العربية ما كانش عشان يسهلوا على البني آدم إنه يسوقها، دول كانوا عايزين في الجيش عندهم عايزين يعملوا أسلحة مدافع، كانوا بيقولوها بإيديهم هم أو عن طريق الخيل. ولكن للأسف دي برضو العربية دي كان ليها عيوب. العربية دي كان لازم تمشي على سكة حديد، ما تمشيش لوحدها. تاني حاجة العربية دي كانت بتمشي بسرعة 3 كيلو متر في الساعة. وكل ده بسبب طول الغلاء وطول العربية نفسها. 3 كيلو متر في الساعة. وبالتالي الموضوع ده يعني ما يقدروش يكملوه. فللأسف الموضوع ده فشل. بعد كده حصلت محاولات كتير قوي ان هم يحاولوا العربية تمشي لوحدها من غير موضوع السكة الحديد ده. ولكن كل المحاولات بقت بالفشل. احنا بدينا فشل ليه يعني؟ لغايه ما وصلنا لسنه 1830 جه 2، واحد اسمه جوزيف ديملر والثاني اسمه كارل بنز. ده كان ساعتها في عصر النهضه، اول ما اكتشفوا البترول وخرجوا المشتقات بتاعته. ادي اول عربيه تشتغل بالجازولين اللي هو الجاز يعني. العربيه دي كانت برضه 3 عجلات، موتورها 2 سلندر، وهشرح لكم بعد كده يعني ايه 2 سلندر. وكانت بتمشي بسرعه 16 كيلو متر في الساعه. وساعتها كانت حاجه دي كانت حاجه عظيمه. صوروا بعد كده زمان شايفين تصميم العربيه كان عامل زي الحراسير، ما كانش فيه. لكن بعد كده اتطورت ان هم حاولوا يخلوها يعني ايه ادميه شويه، يعني ايه حاولوا يعني ايه بعد كده بقى لها سقف، بقى لها ديكسيون. هو اصلا سواقه العربيه ما كانش فيه ديكسيون، دي كانت ايه مجرد ايد كده تحركها كده يمين وشمال. بعد كده جت موضوع الستيرنج ويل اللي هو الديكسيون، وابتدت العربيات تتطور من فتره لفتره. عايز اوريكم شويه صور العربيات دي. مثلا رولز رويس موديل 1906، ودي فورد موديل 1925، والله الدكتور ودي شيفروليت 26، ودي اسمها باتر، وبوزنبرج موديل 29، وشيفروليت كوبيه موديل 41. ندخل على الشابتر الثاني اللي هو العربيه من جوه. كل واحد فينا ممكن بيسوق عربيات او بشفار بس مش عارف ايه اللي بيحصل من جواها. اشرح لكم دلوقتي 3 دورات بتحصل للعربيه. هو ثواني بس، ده تاريخ العربيات كله. هم في عربيات اخترعوها في الطاقه الشمسيه، دي حاجه عندها. لسه يا ابني. ممنوع اي طالب يسال وهو بيقول. كل الاسئله بتبقى بعد ما يشرح. لو سمحت.
كده خلصت اول شابتر. حد عايز يسال سؤال؟ عادي يا عم عادي. خلص خالص. طيب ما حدش عايز يسال. اي سؤال؟ خلاص. طيب ندخل على الشابتر الثاني، العربيه من جوه. شوف بقى الزباله بقى. دي اول دوره بتحصل في العربيه. لو انت مثلا رحت محطه بنزين وجيت مليت التانك وبتقول له ملالي، بس انت مش عارف ايه اللي هيحصل من جوه. انا هقول لكم دوره المفروض دي تحصل ازاي. اول حاجه بصوا، دي اللي التانك بتاع البنزين ده اللي بيتحط فيه البنزين على طول، يقوم ماشي داخل على ترمبه البنزين ديت، ده اسمه عمود تسخين. يقوم ساحب البنزين من الترمبه دي، يبقى البنزين موجود هنا في العمود ده. بتحصل عمليتين للبنزين، عمليه تسخين وعمليه ضغط. التسخين بيحصل في العمود، لكن الضغط بيحصل من الاربع رشاشات دول، او ساعات في اللغه الدارجه بيسموهم الفونيا. دي كده الفونيا. فبعد كده الرشاشات تضغط والعمود يسخن البنزين او السولار اللي موجود، فبيحصل حاله اشتعال وبيتضغط. يعني المهم احنا عايزين نحوله من الحاله السائله للحاله الغازيه. بعد ما بيحصل الموضوع ده، الحاله الغازيه بخار الغاز ده، بخار البنزين بتخرجوا الرشاشات ده، وهقول لكم بعد كده بتخرجوا على فين. عايز اقول لكم على حاجه، اي وقود في الدنيا دايما تركيبته الكيميائيه 4 ذرات هيدروجين وذره واحده كربون، ده لاي وقود. ودايما مش كل البنزين اللي بيخش عمود التسخين ده بيتحرق، هو ده بيبقى طبعا نتيجه احتكاك الذرات ببعضها، لكن مش كله. اللي بيتبقى يقوم راجع تاني داخل على الفلتر بتاع البنزين ده وراجع للتانك، وتستمر الدوره دي كل شويه بتتكرر. طيب انا قلت لكم ان الرشاشات دي بيخرج منها بعد ما البنزين يتحول من الحاله السائله للغازيه. بعد كده الرشاشات دي بتوديها على فين؟ على الموتور. هو موتور العربيه اول ما اتعمل كان اتعمل اسمه 2 سلندر، يعني الموتور بيبقى فيه اسطوانتين بيبقى جواهم بيستم، كل سلندر كل اسطوانه بيبقى فيها بيستم واحد. البيستم ده مسؤول عن ايه؟ يا اما يضغط الغاز او يطرد الغاز والعوادم والدخان اللي هو بيخرج من الشكمان. هي دي الوظيفه بتاعته. بعد كده اتطور بقى الموتور بقى فيه 4 مسافات، بقى فيه 8. الموضوع بيكتر. انا هكلمكم دلوقتي عن الموتور اللي بيبقى فيه 4 اسطوانات، واقول لكم الدوره اللي فيه بتحصل ازاي. ده سلندر واحد، الموتور قلت لكم 4 اسطوانات، ده اسطوانه واحده هوريكم ايه اللي بيحصل جواها. زي ما قلنا الرشاشات خدت الغاز، بقى البنزين بقى غاز مش سائل، يدخل من الفتحه دي من الفالف. شايفين الجزء الاصفر ده اسمه صمام الغاز، لازم يبقى مفتوح عشان الغاز يدخل. الميكانيكيه على طول بيقولوا صباب بالفهم، يعني لما بتتكلم مع ميكانيكي يقول لك صباب، احنا بنقول صمام. يدخل الغاز هنا، شايفين الازرق ده صمام الدخان اللي بيخرج العوادم، ده طبعا هيفضل مقفول لان لسه ما فيش عوادم خرجت. اول ما الغاز يدخل في المنطقه دي، شايفين الكتله الزرقاء دي، هو ده البستم، بينزله تحت. تحت البستم زي ما شفتوه في الدراع دي اسمها البيل، والبيل دي متوصل بحاجه اسمها عمود الترنك. اول ما الغاز بينزل البستم يقوم عمود الترنك ده لافف لفه كامله ويقوم طالع لفوق تاني. دي اول دوره، او بيقولوا ايه، بيعمل 4 مشاوير. ده اول مشوار، اوريكم المشوار التاني. بعد ما عمود الترنك لفه كامله طلع لفوق، الغاز عمال بيتضغط، ده المشوار التاني، ان انا ايه، بحاول اضغط في الغاز. حلو الكلام؟ عايز اقول لكم، شايفين البتاع اللي في النص دي اسمها البوجيه. البوجيه ده هقول لكم ازاي، هقول لكم في دوره التشغيل. البوجيه ده فجاه بيشتعل، فالغاز بيشتعل، تمام؟ ده بقى المشوار الثالث، مشوار الاحتراق. زي ما شايفين البوجيه اشتعل، الغاز ولع، فبرضه تلاقي البستم راح نزل تاني وراح لافف، وعمود الكرنك هيلف لفه كامله ويقوم طالع تاني لفوق. اقول لكم بقى المشوار الرابع وهو الاخراني، مشوار طرد الغازات والعوادم من بره. زي ما انتم شايفين، بعد ما الغاز اشتعل خلاص الصمام ده اتفتح عشان يخرج العوادم كلها. بس هي دي ال4 مشاوير بتاعت الموتور، وعشان انا عايز اوريها لكم بطريقه اوضح اسمحوا لي.
ده بيستم. محمد شيل الشنطة ده بس. شايفين الكتلة الزرقاء دي؟ هو ده البيستم اللي انا بكلمكم عنه. هو ده دي كلها البيستم، وده اسمه بي اف. طبعا عمود الكرنك مش متوصل بيه، بس انا بوريكم يعني. اول ما الغاز بيضغط عليه تلاقوه بيلف كده وينزل ويطلع تاني، ينزل ويطلع تاني. في حاجه عايز اوريها لكم، زي ما انتم شايفين كده البيستم فيه مجريات كده. بصوا شايفين الحته المشابهه دي؟ المجريات دي وظيفتها ايه؟ تحت في المنطقه اللي فيها عمود الكرنك بنبقى حاطين زيت. الزيت ده وظيفته اللي قلنا الاحتكاك ما بين جسم الموتور وما بين البيستم. ما بين جسم الموتور وما بين عمود الكرنك. فاحنا والبيستم ده عمال طالع نازل، اكيد في زيت هيطلع لفوق. احنا مش عايزين الزيت يوصل لمنطقه الاشتعال اللي هنا، فعشان كده احنا عملنا المجريات دي ان تمنع الزيت ما يوصلش لمنطقه الاشتعال دي. واضح؟ جمبر بيقولوا عليه جمبر. دي بقى الدورة الثالثة، دورة تشغيل العربية. أول ما بتبتدي تحط المفتاح في هو المفروض اللي بيصور إيه اللي بيحصل؟ صح؟ أدي المفتاح أهو، أنت دورت. فهي مرة الكهربائية دخلت في البطارية. البطارية دي بتاعت العربية 12 فولت. يجي يخرج التيار يدخل على الكويل ده. الكويل ده بيسموه البوبينة. في اللغة الدارجة بيسموه البوبينة. الكويل ده تركيبته من جوه زي تركيبه الكويل اللي احنا اخدناه ملف ابتدائي ملف ثانوي. هو ده وظيفته انه يخلي ال 12 فولت 24000 فولت، بيكبر الجهد. بعد كده تلاقوا التيار خرج راح على الحته دي اسمها اسبراتير. الاسبراتير ده وظيفته انه يوزع ال 24000 فولت على الاربع بوجيهات دول. بس بيدي البوجي واحد بس، يعني لو ادى البوجي واحد الثلاثه ما يبقاش عندهم كهرباء. زي ما شفت في حاجه بتلف كده اهو، ادي عدى على منطقه رقم واحد، يبقى البوجي ده بس اللي هيشتغل، الباقي هيفضل زي ما هو. وبقى مثلا عدى على رقم ثلاثه هيشتغل والباقي مش هيمر فيه كهرباء. زي ما انتم شايفين بصوا البوجي ده لما اشتغل هيحرق الغاز اللي انا وريته لكم في المشوار بتاع الموتور. يعني لو نرجع لها تاني شفتوا البوجي اشتغل ليه؟ بسبب التيار اللي جاله من البوبينه من البطاريه عشان يحرق الغاز اللي جوه. بعد كده هكلمكم عن النقل في العربيه اللي هو الفتيس. في ناس كتير بيشوف الفتيس ويقعد بس يعمل كده، مش عارف هو ايه الوظيفه يعني من الموضوع ده. الفتيس اللي انتم شايفينه ده وظيفته نقل الحركه او تغيير السرعات في العربيه. يبقى دايما الفتيس ده بيبقى متوصل في العربيه من جوه على حاجه اسمها اسطوانه الدبرياج. دي كده اسمها اسطوانه الدبرياج. هوريكم ايه اللي فيها من جوه. يا عم ده انا جبت بالعافيه. الناس بتمشي ليه؟ بصوا اسطوانه الدبرياج بيبقى فيها على طول دايما العادي 5 تروس او ساعات بيبقى 6 على حسب نوع العربيه. دايما اول ترس ده بيبقى اكبر ترس واقل عدد سنون فيه، وده دايما لما يجي واحد يبدا يشغل العربيه يقول لك اطلع على الاول. يعني هات الترس ده، يعني اول ما تيجي تعمل الفتيس تجيبه على الاول هتلاقي الترس ده معشق في الترس ده على طول يبدا بالحركه الاولانيه، تبقى دايما من 20 كيلومتر ل 40 كيلو. طب حب يزود يقوم دايما على الثاني، يقوم الترس ده معشق على الثالث، السرعه تزيد على الثالث وهكذا. اخر ترس موجود ده اسمه ترس المارشلير. ده اللي وظيفته انه ايه؟ يرجع العربيه لورا. بس هو حد يعني مثلا هو على الخامس مش هو يرجع المارشلير لورا، لازم يفرمل يوقف العربيه بعد كده يجيبه على المارشلير عشان يرجع لورا. بس طبعا في حاجتين دايما، في اوتوماتيك في فيس اوتوماتيك مانوال. دايما اللي بيحصل جوه هو نفس الحاجه، بس الفرق ايه؟ الفرق ان انت في المانوال بيبقى عندك ارقام الفلوس وتقعد تغير ما بينها، اما مجرد هنا بتجيب قدام وترجع لورا بس، مفيش اكتر من كده. خلاص؟ عارف انت كده عايز تعملها من حاجه تانية هكلمكم عليها دوره التبريد في العربيه. دايما الموتور درجه حراره الموتور بتبقى 500 درجه مئويه، فاحنا عايزين نقلل درجه الحراره في الموتور ده، فبيبقوا راكبين جزء ده اسمه الرادياتير. ده بيبقى متوصل بترمبه ميه. عايزين مثلا ايه
عايزين نقلل درجه الموتور، نقوم مدخلين ميه في الترومبه دي. لو الميه مشيت في الرادياتير ده، على فكره الرادياتير ده الميه بتمشي جوه مواسير نحاس. المواسير النحاس بيسموها مواسير السربنتينا. ايه اسمها كده؟ مواسير السربنتينا. زي بصوا ماشيين مع السهم كده معايا، يفضل ماشي في هنا مروحه وظيفتها انها تبرد الميه، لان الميه بتنزل سخنه طبعا. بعد كده بيخش على ترومبه مسحوبه يقلل درجه حراره الموتور، والميه تقوم راجعه تاني على الرادياتير، وهكذا تستمر عمليه التبريد بالموتور. هو الشابتر الثالث بعد كده تاريخ العربيه الجبر، بس حضرتك مجرد صور العربيه الجبر. يا ابني يلا هنروح المصر اهم لسه ايه يا دوبك نوصل 10 دقايق على ما نوصل. مين قاعد؟ قاعد ابو سعود؟ قاعد؟ ايه في الجبل بتاعك؟ طب خد كمل معاه عشان عايز اروح على الشيء. ولا انت رايح امشي؟ خلص هاتها لو عايز. العربية دي الموتور بتاعها 8 سلندر، يعني فيها 8 مساتر، سرعتها 280 كيلو متر في الساعة، طولها 4 متر، العرض 1.4 والارتفاع 1.3 متر. زي ما انتم شايفين ده النور بتاع العربية. زي ما احنا خدنا في الالكترونكس ان في 3 ديسبليز، في كوانتيتيف وكواليتيف وبرزنتيشنال. طبعا ده الكوانتيتيف لانه في زي ما اللايت ده عباره عن بزر، ده بيبقى نور احمر بينبهك لحاجه. وهنا الويلز بتاعت العربيه، ودي الداشبورد دركسيون وكل حاجه فيها، ودي السيرينج والدركسيون بتاع العربيه، ودي الالكترونكس في العربيه بيبقى فيها سي دي بلاير وفيها جي بي اس، والكراسي السيتس والمساحات اللي فيها. هنا بقى الديسبليز، ده كواليتيف ديسبليز من نوع الانالوج. زي ما شايفين ان الانالوج وان السكيل الكونفنشن بتاعه سيركلر دائري زي ما احنا لسه قايلين من شويه. حد يعرف ايه ده؟ ده الفتيس بتاع العربيه، ده غير الفتيس اللي احنا متعودين عليها مش بعصايه، ده دائري قرص يلف معاك كده، هو ده الفتيس الجديد. وده الموتور بتاع عربيه الجاكور 8 سلندر. بس كده، شكرا.